بعد نجاح العملية الأولى قرر الغربان إنهم يعملوا الضربة التانية، ضربة أخطر من الأولى بكتير. كانوا عارفين إن الإنجليز متأكدين إنهم هيختفوا فترة، لكن توصل لتفجير قطر سلاح إنجليزي بقلب الصحراء وبعد المجزرة الأولى بأسبوع بس. المعلومات اللي عندهم بتقول إن القطر فيه 4 عربات، الأولى جرار والتانية والتالتة أسلحة وذخاير وديناميت والرابعة فيها جنود للتأمين. والخطة اتنفذت كالتالي: الغربان رشقوا القضبان ديناميت عند نقطة معينة في الصحراء، وأول ما القطر وصل حصل انفجار مهول جدا. الصحراء نورت في عز الليل من نار الانفجار. القطر اتدمر وعربات الديناميت ساعدت الانفجار. العربة الأخيرة اللي كان فيها جنود بدأ الغربان يضربوا عليها نار عشان يتأكدوا إن اللي فيها مات، لكن الغريب حصل تبادل لضرب النار فترة لحد ما الغربان خلصوا عليهم تماما ودخلوا العربة يتأكدوا إن كلهم ماتوا. لكن في جندي مصاب كان اتسحب من العربة لحظة دخول الغربان، ولما خلصوا أخد أسلحة الجنود اللي ماتوا وفضل يراقبهم لحد ما ركبوا حصنتهم ومشوا. هنا حظهم لعب معاهم حلو ووحش. الحلو إنه مصاب ما يقدرش يقتلهم على غفلة، والوحش إنه قادر يفهم عربي وفهم من كلامهم إنهم قرروا يغيروا المخبأ بتاعهم، بدل ما يكون في وسط البلد لأنه بيعرض حياة المدنيين للخطر خلوه في كهف جبل في الصحراء. بس سؤال، هل كانوا عارفين إن في حد سمعهم وفاهمهم ولا لأ؟ أصل ليه غيروا مكانهم؟ هل بقى عندهم معلومة إن الإنجليز عارفين عنهم حاجة؟ ده اللي هنعرفه في الجزء الثالث. هل هيكون الأخير وتنتهي بطولة الغربان ولا لسه ليهم بطولات تانية؟